مرحبا بكم، تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. تنسلم على الناس اللي خدامين في الإمارات العربية المتحدة، الناس اللي في دبي، والناس اللي في أبو ظبي، والناس اللي في الشارقة، الناس اللي خدامين في الإمارات. تنسلم على البنات اللي خدامين في الإمارات واللي هما طبيبات وعاملات، واللي تيفرحونا بالمناصب اللي عندهم ثم في الإمارات أو في دول الخليج، اللي تيطلعوا القيمة ديال المغرب. تنسلم على المهندسة ليلى اللي هضرت لي على هاد البنات بزاف بزاف بزاف، هضرت لي على البنات اللي معرين على كتافهم وتيخدموا. راه ماشي سهلة، ماشي سهلة. تنحيهم. هذه من جهة. ونتوكلوا على الله. الحلقة ديالنا اليوم، واحد الراجل كان فقيه تيقرا القرآن من حملات القرآن، كان راجل معاق تيمشي شويه يدو رجلو تيمشي شي هكا. كان الا كان شي مناسبه تيمشي يقرا مع الطلبه في شي دار كما هو معروف عندنا. الا ما كان شي تينوض الصباح وتيمشي للروضه وتيقرا تبا في الروضه. الناس اللي تيطلبوا يقراو مع القبور ديالهم تيقراو تيعطيو ديك البركه، وهذا الشيء راه عندنا عادي من الثقافه ديالنا. كان مجوج واحد المرأة وعنده معاه واحد البنيه. هذيك المرأة كان ساكن في حي شعبي حي، وهذيك المرأة تخدم في الدور وطيابة الطيب إلا كان شي عرس ولا كان شي حفلة، وتخدم عند واحد العائلة بعض المرات تخدم عندهم تثبت عندهم يومين 3 أيام في الأسبوع محتاجين لها هي. من بعد ديك 3 أيام ولا يومين اللي تدوز مع دوك الناس تخرج عاوتاني تخدم برا، وحياتها هكا وتيتعاونوا على الزمان. وديك البنية تتبقى في الدار لأن ديك البنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما كانتش بنت كاملة غير سوية كما تيقولوا. وكانت هي مسكينة مريضة، ديك البنت مريضة جالسة في الدار ما تتعرفش الطيب. غلطت ديك البنت، ما نقولش حمقى، ولكن عندها مرض نفساني، حتى هي عندها إعاقة. كما قلنا هذاك الفقيه تيمشي يقرا في الروضة وتيجي في الروضة تعرف مع واحد صاحبه حتى هو فقيه، تعرفوا تيهضروا تيتكلموا. واحد النهار داك الفقيه قال ليه أنا ما نخبيش عليك، أنا تنشرب، راه مرة تنهز معايا داك اليطرو ديال الشراب وتندخل للدار، ما نريح تنشرب مع راسي. هذاك السيد اللي غنسميوه ديالنا كما قلت لكم السيد معاق غنسميوه مصطفى. هذاك مصطفى حتى هو هضر مع داك الفقيه قال لي انا راه كنت مرة تنشري شي بيرات تنديهم للدار ولا كذا، والانسان تيقنط صاحبي والله يحسن العوان، الانسان تيقنط. والنهار كله حنا في الروضه نخرج. قال لي هذاك الشيء اللي كاين، انا النهار كله انت مع الموتى ومع هذا. وقال لي الانسان تيفوج راسو شويه وراه حنا ميتين راه غاديين تيهضروا خلال الهضره اتفقوا. قال لي ونبقاو نشربوا بجوج حنا ما نكملوا من هنا. قال لي الاخر ياك حاجي، ياك الناس ديما في الروضه تيبغوا جوج ديال الطلبه وحنا ديما روندا انا وياك كما تيقولوا روندا ديال الطلبه نقراو انا وياك وديك البركه نفرقوها. بداو تيقراو بجوج. وراك تلاحظوا في المقابر ديما تيكونوا دوك الفقهاء اللي تيقراو في المقابر تيكونوا اما جوج اما تيكونوا 3. قليل فاش تيكون واحد، حتى الا كان واحد تيجي واحد يجلس معاه تيبقى يقرا معاه. على اين بداو اتفقوا كما قلنا وبداو بجوج تيشربوا. ولكن هذاك مصطفى اللي قلت لكم الراجل اللي عنده البنيه في الدار اللي مرتو خدم في البيوت قال لي شوف نديروا واحد القضيه، انا راه مرة تتعلمني فاش تكون ما غاديش للدار، تتكون غتبات في الخدمه، تتبات يومين 3 أيام واجي للدار عندي تما ونديروا الكامله ونريحوا. الاخر قال لي ودي انا ما في الدار عندي الدراري كبروا عارفين تنشربوا، ولكن ما بقاش ندخلك عندي انايا. قال لي من ولا بقينا نشربوا في الزنقه وشدونا البوليس الدوله. حديث داير بينهما، حديث في المحاضر ديالهم.
ثم اتفقنا على كذا وكذا، وصرح لي بانه ما يقدش يشرب في دارو لان عنده الابناء ديالو، وانا تنشد هادشي وتنكيفو بالطريقه ديالي، الهضره ديالي تنبغي نحاول نهضر ما هو في الواقع، ليس ما هو كما جاء باللغه الفصحى في المسطره. قال لي نبقاو نشربوا عندي، قال لي ما كاين حتى شي باس، نيتو البنيه عندي تتبقى بوحدها تونسنا وكذا. ولا هذاك السيد من تعرف مرتو، السي مصطفى من تعرف مرتو راه غتخدم وغتبات، تيقول الاخر اليوم في العشيه ندوزو سيرتو الجمعه في العشيه تيكون تقرقيب هضرت في الروضه والناس زاروا بزاف، تيدوزو تيشريو الحيمات ويشريو خضيره وكذا ويديو قريعه ديالهم وتيجلسوا بجوج. تيقول لبنتو ديك مسكينه ديك المريضه، تيقول لها دير لنا شويه شلاضه، راه تدير شلاضه، هي ديري شلاضه، ديري ما تيشرب الصلاو، نديرها لكم تتصاوب لهم مسكينه ديك البنيه شلاضه مخربقه، وتيبقاو مقصرين. هذيك مرتو عرفات وتجيب لك صاحبو، قدموا ليها واحد المره وقال لها تنجيو تتخبى، وقالت لهم احسن لكم هنايا، انا متيشرب في الزنقه تنخاف عليه وكذا وكذا وكذا، وانتم مستورين وانتم حافظين القران وحسن لكم الناس وليو في هذا، راه مزيان هنايا، وما يخليش البنت بوحدها جالسه في الدار. داكشي جات مزيانه. ايوا كل جمعه في العشيه تيأديو مشيو الروضه يخدموا، يأديو الفريضه ديال صلاه الجماعه، وفي العشيه انا فاليها تيهزو تيجيو للدار عند داك خينا عند مصطفى، وتيسكروا تيشربوا مزيان. ولكن واحد النهار داك الفقيه الشريف ماشي مصطفى قال لي على بنته، قال لي بغيت نقول لك واحد القضيه. قال لي نعم. قال لي ما تزوجنيش هاد البنت هذه، والله تنزوجها واخا مريضه، انا المراه عندي مهلوكه، المراه عندي عيات، وقالتها لي، قالت لي انا بغيتي تزوج، ولكن قالت لي ما تجيبش هي المراه للدار، ما قال لك بغيتي تزوجها ونخليها هنا نيت ونصرف عليها، هي عايشه معكم نتوما غا جوج، هضر مع امها. قال لي لا 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 ما تقولش هاد الهضرات، لا بنتي ما تزوجش بك. قال لي تزوج بيه حتى نلقى لها المحل، وهي شوف الصلان بك قداش. قال لي ودي راه باقا صغيره، راه عندها دابا 16 عام، وخا 16 عام راه الناس ما تيتزوجوش على 16، وانا المراه عندي تزوجتها على 14. قال لي لا خويا لا ما يمكنش. قال لي لا. بقات الامور غدا على حد، ولكن الفقيه بين المصطفى بانه باغي البنت وباغي يتزوج بالبنت او بغى يتقرب من البنت، والبنت قاصره، والبنت ساذجه مسكينه حمقى، ماشي حمقى، مريضه نفسانيا، ماشي شي بنت سويه، لانه شافها وشاف غير الفورمه ديالها عجباتو الفقيه، وهكاك بقى تيجي عنده ديما. واحد النهار البنت بقات تشكي بكرشها، هي كانوا تيشربوا مالكي قال لها تشكي بكرشي، قال لها غدا نجيب لك واحد العشوب، جاب لي على غدا، ماشي على غدا الجمعه، قال لي الجمعه نتلاقاو هنا ونجيب لك عشوب. الجمعه جاب لها واحد العشوب، جا تما طيبهم لها بكاسرونه وعطاهم لها، قال لها كيشربي هادو وهي تشرب لك العشوب، قال غتولي لاباس. البنت شربت العشوب نعسات. فين ما تيجي نهار الجمعه عند صاحبو تيجي مع العشوب، كيبقى تكرسك شويه، لا مابقاش تدورني، ولكن ديري واحد الكاس، راه داك الشيء رجع لك ولا كذا، هاك شربي. تيدير كاسرونه تيدير فيها دوك العشوب وتعطي البنت تشرب، وتيبقى يشرب هو وباه. هذاك مصطفى مسكين داك الراجل مع الاعاقه ديالو ما تيقدش على الشراب بزاف. الاخر بقات العاده بانه لما تيتعشاو وتيشربوا هذاك تيتجبد، مصطفى تينعس، والاخر تيكمل داكشي اللي بقى، تا تيكمل وتيخرج تيسد الباب وتيمشي في حالته. بعض المرات ولا تينعس عنده في اليوم الاخرى، ولا تينعس عنده، والصباح تيقول لي انا تغلبت ناس، انا هنايا ما بغيتش نمشي، تيقول لي ناس مالك اتساع موجود، ناس تينعس عنده. الام لاحظت واحد القضيه في بنتها، مثلا الا هما قصروا في الليل، البنت الصباح ام الفتاه تجي تلقى بنتها فايقه، المراه تجي مع ديك 10 ولا 9 الصباح تلقى البنت فايقه، ولا تجي تلقى البنت باقا مجبده ما تبغيش تنوض من النعاس. غير من الخيام مالك انت شربتي، ياك ما شربتي معاهم ولا شي حاجه، تقول لا ياك ما عطوكش حاجه تشربيها، لا غير عمي عطاني، عمي هو الفقيه عطاني الدواء ديال المعده. المراه دخلها الشك في هذه القضيه ديال بنتها،
ولا تتراقب القضيه، ولا البنت تجي البنت نهار تيقصروا هما البنت ما تبقاش تفيق في الصباح تماما. المراه ولا تتصور راجلها مصطفى تقول ليه انتم قول لي واش ما تشربوا تطيبوا البنت تشرب معاكم ولا اش تشرب معنا؟ تضربك الله ولا مالك؟ واش ما تتفيقش؟ تبات عيانه شنو فيها؟ انا تقول لي تنجي تلقى البنت تفيق مع 7 ومع 6 ومع 5 وديما فايقه هي عندها فيقها بكري تتفيق بكري. ولكن دابا وليت تنجي مع 10 تلقى البنت ما قاداش تنوض وما قاداش تنوض نوضيها تهضر هكا. ولكن المراه دخلها الشكوك سيرتو من سمعات راجلها واحد النهار قال لها واش انت الفقير؟ قال لي بغا يتزوج البنت عندنا. قالت لها ولي البنت عندها 16 عام ويتزوجها ولا؟ دارت هاد الهضره هضره عابره وفي سياق الكلام دارت. المراه نساتها ما نسات ديك الكلمه، عرفت بان الفقيه ولا تيشوف بنتها شوفه اخرى ما انها قاصره. ربما هنا بعض الناس غيقولوها تيقول الفقير كل شيء تيدير المعصيات، كل شيء اللي خلق الله في الارض عنده خطايا وعندنا معصيات، حتى واحد ما عنده الكمال، لا الفقيه لا المعلم لا البوليسي لا انا لا عمتي لا، كل واحد عنده خطايا ديالو، ما يبقاش واحد ينحاز، كل واحد الانسان خطاء، غير كاين الانسان الخطاء وكاين الانسان المذنب وكاين الانسان المجرم في جميع الطبقات وفي جميع الشغالات وجميع الناس في الكون. الله حتى واحد ما خلى فينا بلادن الا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الام بدات تتشك في هذه البنت اللي ما تتنوضش، بقات ناعسه مجبده تتشك فيها. شكت في ذاك الفقيه من خلال او قال لك هما كان تيعيطوا لذاك الفقيه تيعيطوا ليه الشريف. شوف المصيبه كي دايره، تيعيطوا للشريف. شكت فيه لما راجلها قال لها راه قال لي بغا يتزوج البنت، والبنت صغيره عندها 16 عام هي ما قبلش داك الشيء هذا، ولا تتشك وتتقول رجع فوقاش غتجيو فوقاش غتمشيو في اخبار هذاك الماده اللي تيعطيها تيشربها. واحد النهار المراه كانت خدامه كانت الجمعه وقالت رجع انا غنبات في الخدمه ما غنجيش كما العاده عند دوك الناس تتبات عندهم الجمعه والسبت والحد الويكاند وتجي الاثنين. قالت لي ما غنجيش كما العاده. علم صاحبه جاو داروا الكامله جابوا الشراب. المراه فعلا مشات عند دوك الناس، ولكن اش دارت؟ قطعت رجل مع ديك الوحده ولا جوج الليل وهي تجي. بغات تعرف هاد الرجال اشنو تيديروا، هاد بنتها فين تتنعس، بغات تشوف هاد الماده اللي تيشرب هاد الراجل اللي تيجيب ليها. كيس باس شكات المراه شكات، جات حلت سترد شويه ودخلت للدار. تلقى راجلها شرب ساله هو نعس، وتتلقى الفقيه مع البنت في البيت تتنعس فيه البنت، وتتلقاهم عراة حفاة. بقات المراه تتغوت، بقات الفقيه عريان والبنت عريانه، بقى الفقيه تيغوت والبنت مسكينه ماشي في هذا العالم داك البرودوي اللي عاطيها دوك الاعشاب اللي عاطيها مغميه. تلقى البنت تما بقات تتغوت. اش دار هو؟ جمع حوايجو، شي جمعو شي ما جمعوش، هز برختو شدها بجريه. المراه تابعها والحرام والليل راه الوحده الصباح ولا 2 الصباح هرب جات محالو. المراه من تما لبست بنتها وفيقت راجلها ورجعت سكران ومشات للديمومه. قالت لهم سيدي واحد السيده اش كاين. البوليس جاو معاها، دار الفقيه ما عرفاش، راجلها تا هو صاحبه ولكن ما تعرفش دارو. مشيو في ذاك الليل، تدخل ديال الليل باش يوقعوا عليه القبض غير قانوني لانه الوقت فات الوقت القانوني باش يدخلوا عليه للدار. قال لي غدا ان شاء الله نكملوا البحث، جيبي البنت واجي دير لها شهاده طبيه. مشات المراه لغدا عند واحد الطبيبه، دات البنت شهاده طبيه، تلقى البنت تيب ولست عزباء، ما بقاش عزباء البنت تيب. اي ولات مراه تندب حناكها تتغوت. الطبيبه عطاتها شهاده طبيه، جابتها السلطه القضائيه قالت لها شهاده طبيه. قال لها يلاه مشيو عند الفقيه. داروا المراه محضر، داروا البنت محضر بحضور امها انها قصيره اللي قالت فيه. الام تقول كيفاش شكات، كيفاش تخلى الشكوك في هاد الناس هادو، وبغات تفاجئهم في الليل تشوف شنو تيتعاملوا، واش بنتها تجلس معاهم ولا ما تجلسش، ما تشرب معاهم، هي كتلقات المصيبه فضيحه.
دار البنت ما حضرتها تقول فيه انا، راه ديما هو تيدير ليا هكا، ديما نهار الجمعه حتى تلقى حدايا تفيقني في الليل وكذا كذا، وبا تيكون ناعس. واش هذا كان يمكن تعطيه ليها ولباها، وسهل عليه باش يعطي البنت يقول اشربي الدواء ودوز داكشي لباها مع الشراب. يمكن باها جابوه السي مصطفى تيقولوا سيدي انا اش غنقول لكم، انا اش كاين حنا مبليين تنقراو كتاب الله في الروضه وتنجيبوا الشراب للدار نهار الجمعه، المراه ما كايناش تنديروا الكامله وتنشربوا. وقال لي سيدي بغا يتزوج البنت واحد المره، قلت له لا، ديال البنت صغيره، وانا سيدي عمري ما راه حطوا تيناس هدايا، بعض المرات تيمشي في حاله، بعض المرات تنشربوا بزاف تيناس هدايا تما نيت تيدير قبو جلابتو تيناس. الا كانوا البنت راه بويت بوحدها، انا كان تينوض الله علما، انا عمري ما حصلته، عمري ما شفت هادشي هذا سيدي. انا مشاو للفقيه، مشاو للروضه قلبوا، الروضه مابقاش تيجي ليها، ما جاش ليها، سولوا الناس عطاهم الدار ديالو، مشاو عنده الدار ديالو لقاو ليه القبط وجابوه. جابوه تيقول سيدي انا دخلت عليا قالت لي خرج ليا من داري مابقاش نشرب مع راجلي. قلت انا الصباح نمشي دابا الليل ويقدو يشدوني البوليس ولا الشهر، قال لك لا دابا تخرج، بقات تتعاني وتتسبني وخرجتني يا سيدي، خرجتني. انا انت خرجتك سيدي حوايجك ما كملتيهمش، تخطفتي غير الجلابه وزيدي سروالك والصباط والخميجه خليتيها تما، التبان ديالك خليتيه تما، تخربق انت. عطينا العشوب اللي تعطيهم. انا كنت جبت لها واحد العشوب ديال النعاس، ديال وجع الكرش، وفيما تجي انت في السيمانه تعطي البنت العشوب، انت واش تعطيتها لباها ولا انت عطيتش لباها وعطيتي للبنت؟ يلا قول لنا العشوب. السيد ولا غادي يدور في عينه. وهنا وقعت واحد القضيه غريبه في البحث كما تيقول لي السي عبد السلام الله يطول عمره، وهو كان من الباحثين، هاد صاحبي عبد السلام تيقول لي وقت البحث وهو خدام تيهضر بالانكار، تيقول انكار. باها كان جالس تما، وباها قال ليه اسيدي راه تيجيبوا في ميكا وتيحلوا قدامي وتيديروا في كاسرونه وتيطيبوا البنت تعطيه ليها، انا والله ما نتفارق معاه، والله ما كذا، وبنتي هو دابا اللي هجلها، هو اللي كذا، وتيغوت الاخر هو ينوض باك الشريف قال لي هدا سيدي هدا بغيتي، وقال لي بغيتي الفضيحه خدام تتهمني، ياك بغيتي الفضيحه انا ندير الفضيحه، الله يعطيني معاك الفضيحه سيدي. وراه حتى هو وحتى باها راه تينوض عندها، الله والصلاه على النبي، الله حنا بجوج يا سيدي، ويلي حنا بجوج البنت سولوها واش كاين هادشي ولا لا، هو راه كان قبل مني وانا راه حصلته، ومن حصلته قال لي دبر راسك وكذا وكذا. يا فين ولينا؟ لا خرج لا سيدي بغا يتهمني انا بالله بشرع. جابوا البنت وجلسوا البنت وتهضروا معها، قال لها السيده اش تيقول؟ قالت لهم فوقاش هادشي؟ قالت لهم قبل ما يبقى يجي عندنا الشريف، واش كنت صغيره هذيك شي 6 سنين ولا 7 سنين، شنو تيوقع؟ وماما ما تتكونش في الدار وهو كذا كذا كذا، وعطاتهم داكشي بتفاصيل. هنا فاش قلت لكم، او ربما ما قسمتش لكم، الناس تيقولوا كما قال السي عبد السلام في الحي، الناس القدام اللي ساكنين في داك الحومه تيقولوا هذيك البنيه مربينها ماشي بنتهم، تيقولوا داك السي مصطفى ما تيولدش او ديك الماما ما تتولدش مربينها. ولكن السي مصطفى وامها تيقولوا الناس راه بنتنا حنا والدينها. الناس الجداد اللي عسكنوا في الحومه تيقولوا راه بنتهم، ولكن الناس القدام تيقولوا ماشي بنتهم، هذيك البنت راه مربينها، رباوها صغيره، هذيك ربما صغيره، ربما شنا بين هاد الجوج نقاط نقول رباها صغيره، رباها ماشي يمكن ماشي بنته، وانه هو تيقول بنتي ومن صلبي. ولكن هاد القصه في الوقت اللي وقعت هاد الجريمه ما كانش لا دين باش يثبتوا واش بنته ماشي بنته، وعلاش غادي يقلبوا على لا دين؟ راها قاصره تعرضت للاغتصاب، هذا ماشي زنا المحارم، هذا اغتصاب، وربما ماشي بنته اللي غيزعم هاد البنت الزعمه وغيدير هادشي. وثبتت البنت في الهضره ديالها بان هاد الجوج ما بتتعاملوا هذا وبابا، هذا وبا قبل من هذا بواحد 6 سنين. ولكن شكون اي الطرفين اللي
دوزها من المرحله ديال عازبه لتيب، اي عازبه ولا هجلها، شكون فيهم بجوج كل واحد تينسبها للاخر. والبنت مسكينه بالعقل ديالها وداك الشيء ما قدتش تشوف لمن شكون هو بالضبط، الا تتقول بان الاب. الان نقولوا اللي تيقول بانه الاب ديالها مصطفى تقول هو اللي دارني في النهار الاول، لان ما يمكنش هي 6 سنين قبل الحادث هو تيعاملها ويخليها عازبه. يمكن عرف كيدوز، عرف كيدير، ستر راسو الحمد لله ما حملاتش البنت. البحث وتعميق البحث مع هاد الجوج كان الاعتراف تاما بانهم فعلا كانوا تيغتصبوها، كانوا بخبارهم بجوج على علم بذلك. هذا تينوض، هذا تيجلس، هذا تينوض، وتتقلب ليا ديك الليله بيناتهم بجوج. امها مسكينه غايبه تضرب ثمنها في ذاك الليل، واقفه في البوطاجي ديال الكوزينات ديال الناس، هما دايرين هاد الفعله هادي. وتقدموا للمحكمه استئناف بجوج وتحكموا ب20 عام. حنا غنقولوا هذا غيمشي 20 عام، داك الشريف ولا مصطفى يمشيو ب20 عام، لانه ربما مصطفى ولادو كما قال كبار خدموا على رؤوسهم، ولكن هذا نيت ما صاغش هاد المره، نيت تجي وقت تطبوا نهار الجمعه، نيت هاد المره غتهنى تخلي بنيتها في الدار تمشي تخدم عند الناس. صلاه على النبي، كل واحد فيهم خدا 20 عام. ردوا بالكم والسلام عليكم.